السلام عليكم، اهلا بكم في قناه سمبوسه وبسبوسه. النهارده هنعمل مع بعض فراخ مشويه في الفرن. هنجيب الفرخه ونغسلها كويس بالميه والدقيق، وبعدين نجيب بصلايه مبشوره ونحط عليها نص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره كمون، ونحط عصير ليمونه، ونص معلقه صغيره جوز الطيب، ونخلط كل المكونات مع بعض كده. وهنبدأ نحشي الفرخة من جوه فوق وتحت ومن بين الجلد واللحم. تبقى ريحتها حلوة قوي والطعم جميل، وواخدة من اللحم شارب من التتبيلة لما بنحط بين الجلد واللحم. ونتبل من قدام برضو من عند الرقبة، وندهنها من بره بجزء من التتبيلة فوق وتحت. وبعد كده هنسيبها متبلة 3-4 ساعات. كل ما تقعد في التتبيلة وقت أكبر بيبقى طعمها أفضل. بعد كده هنجيب صينية ونحط فيها مية، ونحط فيها رشة فلفل اسود وعصير ليمونة، ونحط قشر الليمون وحبهان. وبعد كده هنجيب الحامل نحطه في الصينية ونقعد عليها الفرخة، ونكون في الوقت ده مسخنين الفرن، ونحطها في الفرن من تحت، ونلف الفرخة من وقت للتاني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. وده شكلها بعد التقديم بالهنا، ونرش عليها ملح وفلفل اسود من بره. مع السلامة.